أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيداه. نقدم لكم اليوم موضوع عن أطعمة للعلاج وليست للأكل. أولا، عصير الليمون الحامض لعلاج لدغات الحشرات. امزجي كمية متوازنة من الماء وعصير الليمون الحامض، وضعي القليل من المزيج على قطعة من القطن وضعيها على اللدغة. يساهم فعل هذا في خفض إمكانية حصول ورم نتيجة عدوى، إضافة إلى التخفيف من الحكة. قشور الموز الناضجة لمعالجة الإصابة بالشظايا. بدلا من استخدام الملقاط أو الإبرة للتخلص من إحدى الشظايا التي اخترقت جلدك، ضعي قشرة موز ناضجة على الإصابة بحيث تكون المنطقة الداخلية للقشرة هي التي تحتك بالإصابة، وبعدها غطيها بضمادة واتركيها طوال الليل وحتى الصباح. إذن أثناء نضجها ينتج منها إنزيمات تساهم في استخراج الشظية التي تلاحظين أنها ارتفعت إلى أعلى الجلد. العرقسوس لنعومة البشرة. يحتوي العرقسوس على مواد تشبه هرمون الأستروجين تساهم في تنعيم البشرة والتخلص من الجلد الخشن. اطحني 3 عيدان من عرقسوس واخلطيها مع نصف ملعقة صغيرة من زيت السمسم، وبعدها افركي العجينة التي تحصلي عليها على المنطقة الخشنة من جسمك كأسفل قدميك مثلا كل يوم إلى حين أن تستعيدي النوم. الخل للتخلص من قشرة الرأس. امزجي نصف كوب من الخل مع كوبين من الماء الدافئ، وبعدها اشطفي شعرك بالمزيج بعد غسله بالشامبو، فهذا المزيج من شأنه أن ينظف فروة رأسك ويحسن صحتها ويحارب القشرة. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب من هنا، وممكن تتابع معانا كل الجديد وبشكل يومي من خلال الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود هنا.